فيه بعض المسؤولين في الحكومة اللي صار نهار الرشوة. كان جاء واحد من الحكومة ودخل للإرجونس وشاف سبيطار سليانة وشافنا نحن، صدقني إلا عمره ما واحد يصرح الكلام هذه. المعلومة مشان عن طريق الأمن ولا عن طريق شكون، أما صدقني 3 أيام ونحن مرابطين في السبيطار بالإمكانيات معناها المتواضعة، ونجمنا الكم الهائل نتاع المرضى ذيك، ونجمنا معناها قاومناه، وفي الآخر معناها تجينا إساءة كي من هكا اللي الأعوان رفضوا مداوات الأمن. بصراحة هذه إهانة للمستشفى. لا يجي قبل بنهار ويقتحموا جماعة الأمن السبيطار ويقتحموا البلوك باش يهزوا عون من أعوان متاعنا، وجاء رئيس المنطقة وحلينا الإشكال وتنازلنا على حقنا، ويزيد في عود اللي نستنوا باش تجينا رسالة شكر بطاقة شكر من عند الحكومة، تجينا إيدينا كيف هكا معناها مدير جهوي مساندين وهم حاطين على عين المكان، على عين المكان، وشافوا ما فماش حتى عون رفضنا باش نعدولوا. عندنا ليسا في أسماء الأعوان اللي داويهم وهكا عند السيد المدير الجهوي وعداهم الوزارة. أمرنا مستعين كنا ننتظروا في معناها إنسان يشد على يدينا وكل قاعدة تنصحها بهالإمكانيات هذيا، ونجمنا أول مرة تقع راي في سبيطار سليانة بالكم الهائل اللي يجينا نتاع العباد هذيك، ويجوا كل واحد في منبر وراو الأعوان رفضوا. هذه راي إيدينا ما نعرفش كيفاش نصلحوها بصراحة. أعرف حاجة، أنا بنت سليانة، علاش يتزايدوا علينا ويقولوا ورقة سياسية؟ نحن في سليانة مهمشين، ما عندنا حتى شيء. يجيني واحد يمثلني في المجلس التأسيسي، احكي بمشاكل الأساسية، احكي بالتنمية، ما تقولش لا جواعة ولا قراية ولا ما عندنا حتى شيء. عندنا مطالب أساسية. نحن كيوتوس يقولوا علينا همجيين ويضربونا، اسمعوا ويضربونا بكرتوش. اللي في فرنسا تسمع فيا، اللي في فرنسا هذايا ممنوع يضربوا به، كان لرب الجيري كي تبدا بعيدة وتجري غاديك، فهمتني؟ حطوا ناس تمثلنا. احنا اليوم مستشفى الجهوي سليانة وقفة احتجاجية على حديث السيد وزير الفلاحة اللي يحكي على سليانة وعلى الصحة في سليانة. احنا سليانة احنا في الصحة عندنا ديونتولوجي، نداو تسكي مصاب بقطع النظر على انتمائه وعلى جنسيته وعلى دينه. مش اليوم مش هو يورينا شكون نداو وشكون ما نداوش. خدمنا الناس الكل اللي جت للاستعجالي الكل خدمناها وخدمنا، والامن موجودة ليسا مدع الامن اللي تخدم موجودين بالاسم ورقم بطاقته المهنية. لذلك ما نحبوش مزايدات. اذا كان هو يحب يخدم السياسة ما يخدمهاش بأعوان مستشفى سليانة. نحن اكبر من كل شيء وما نحبوش يدخلونا السياسة والمزايدات هذه في خدمتنا. نحن بالحق وراو اللي يقول راو ما ضربوش مش ورش. احنا بلاد مسجد وسيادة ونعرفوا الرش لشنو يستعملوه للأرنب الجالية القوية اللي ما نجموش يصطادوها بالطريقة العادية. لذلك ما يزيدش علينا، والنفاق والكذب اللي يكذبوا فيه على سليانة يبعدوا عليه. وما زلنا مواصلين خاطر بالحق ظلمنا برشا وماناش ساكتين على حق. مدام مكتفاتنا نظيف العيون والحنجرة في العون الأمن هذا اقتحموا زملائه البلوك، وقت اللي هو احنا نصعبوا فيه هو قاعد يطلب كلام بذيء وفي حال سكر زادة. وذا يكون احنا معناها وعملنا قضية، الإدارة رفعت قضية في الغرض. يظن لي انا حبوا يغطيوا على العملة المشومة هذه، قاموا البارحة يتهموا فينا اللي احنا ما قدمناش الإسعافات. اليوم فما وقفة احتجاجية في المستشفى الجهوي بسليانة على اثر التصريحات اللي قام بها رئيس الحكومة المؤقت حمد جبالي، وكذلك وزير الفلاحة اللي وصلتهم معلومة يقولوا ان اعوان الامن ما تلقوش اسعافات، وهذا من فيه المستشفى الجهوي. نحبوا نوضحوا بعض المعطيات. بالنسبة للمستشفى الجهوي بسليانة حقيقة أنا بالنسبة لي نوجه تحية شكر لكل إطار العمل معنا، الإطار الصحي الطبي والشبه الطبي والإداري والعمل والسيد المدير الجهوي والناس كلها. قمنا برغم الصعوبات والسلبيات اللي تعرفها الناس كلها على مستوى المستشفى الجهوي، الناس قامت بواجبها وأكثر، والحمد لله ونشكروا الإطار اللي بريمون ما صارت لنا حتى حالة وفاة، وحتى الحالات اللي متعقدة حاولنا نقضها. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية أعوان الأمن. في خصوص أعوان الأمن، أنا عندي قائمة فيها 15 عاون أمن وافدوا على قسم الاستعجالي، تم تسجيلهم بدفتر الاستعجالي ورقم بطاقاتهم موجودين، وخذوا العلاج اللازم وتلقوا الإسعافات اللازمة.
وما كانش عندنا حتى اشكال معهم. كان ثم حتى اشكال مع عوان الامن، وينجموا هما بيديهم في منطقه الشرطه ولا منطقه الحرس ينجموا ياكدوا لكم الكلام هذا، واللي نجم يدعي كلام كما هكا. احنا عندنا يا ولي استعجابي، واكثر من هذا عندنا ناس محلفه راهو ماناش نلعبوا هنا. احنا ثم حتى شكون يجي يعيط ويضرب ويكسر رغم ذلك نعطوه الاسعافات بتاعه. الحاجه الاخرى هي انه عندنا الادوات الفنيه والتقنيه لاثبات عكس الشيء اللي قاعد يروج له. انا ما نعرفش المعلومات هذه والمعطيات من تعدد، بقى انا اللي ناكده، واذا ثم امكانيه بتحقيق والله ماذا بيا يصير تحقيق. وبصراحه معناها واحد يحس بالحسره في الوضعيات كيما هذه، لانه كنا ننتظر على الاقل باش يقولوا لنا بارك الله فيكم. للاسف هذا ما صارش، ونسمعوا في كلام ولينا عاملين جرائم ولينا عاملين برشا حاجات اللي هي ما تصيرش. كل امانه عندنا اشكاليه نتاع تعاون امن اللي صار هذا نهار 27 نهار 3. حمد بن ناصر المليتي، حمد بن ناصر المليتي جاء القسم الاستعجالي الساعه 5 مساء 35 دقيقه، لاقى الاسعافات نتاعو سجل، وعندنا رقم بطاقته كعاون امن، خذا الاسعافات نتاعو. صارت مشاهده صغيره مع واحد من العوائل نتاعنا، من بعد ما يخرج يرجع لنا 7:30 ويجي رفقه 12 عاون تدخلوا معاه ويقتحم المستشفى ويقتحم الاقسام الطبيه الكل وجراحيه، ويحاول يقبض على العاون هذايا. وجينا الناس الكل من رؤساء الاقسام ومدير الجهه ومدير المستشفى والاتحاد الجهوي ورئيس المنطقه، وعدنا السيد رئيس المنطقه دربع صحيح. جانا السيد رئيس المنطقه واعتذر للاطار الصحي كامل، وعلمنا اللي تم ايقاف العاون هذاك لمحاسبته على التصرفات اللي قام بها. واحنا قبلنا اعتذاره ووصلنا نخدموا على رواحنا لابسها. هل يمكن تفسروا الشيء هذا انه تعال لتغطي على الجرائم اللي ارتكبوها؟ هذا هو التفسير الوحيد والمنطقي اللي ينجم يكون معقول، انه السيد حب يكوفري، حب يغطي على الشيء اللي عمله، حب يعمل التهم هذه. لكن الناس لي صراحه بكل امانه انه كان يلزم شويه رصانه وشويه تثبت معه. لانه مش معقول عباد تخدم 72 ساعه تخدم 4 ايام على بعضهم. كان المفروض ابسط حاجه انا نثبته في الوضعيه باش ما نوصلوش في حاجات من نوع هكا، وما نوصلوش في تصادمات نحن في غنى عليها. انا تو احنا وضعيه بالفعل كنا نخدموا، وحتى نفس الاعوان والاطارات حسهم يقدموا خدمه، يحسوا روحهم مرتاحين، يحسوا روحهم مليان. المشكل فينا انه تو الناس تحتاج اذا عباد تعطي كل هالمجهود هذايا وتضحي كل هالكم هذايا وتزيد يقع اتهام خطير بالشكل هذايا، الناس تو تحتاج الاطار كامل يحتاج. انا يا اخويا ما نعرفش ندرا احنا نحبوا المؤسسات تمشي، المؤسسات على الاقل اللي قاعده تصير بشكل عادي وبشكل ما نجمش نقول مقل نشكرها. هذا تو الناس تطالب، انا بالنسبه لي الاطار الطبي وشبه الطبي والعمل الكل يطالبوا باعتذار رسمي، وسيدي يقوموا بتحقيق. اذا يثبت عندنا تقصير او عندنا اهمال او رفض او اي شيء يتحملوا مسؤوليته.